يا صباح الفل وصباح الياسمين على احلى متابعين حبايبي يا غاليين. كنت في السوق النهارده يا حبايبي، بقول لكم جايبه ازازه لبن بقري وازازه لبن جاموسي وازازه زيت. ايه يا ام احمد، كله ازايز وعلبه سمنه، يلا زي بعض. عاملين ايه يا حبايبي؟ وشكاره ملح وفلفل الوان وفلفل شطه وسفندي وطماطم. يا سلام يا سلام، بلح يا ولاد. اعمل ايه بس؟ وعدس اصفر وعدس بجب وعلبة مرقة وليمون وجزر وطماطم تانية، واحمد كان جايبها بس مش عجباني بصراحة. وبطاطس جميلة بتاعت ام احمد. جميلة ازاي يا ولاد؟ 6 جنيه البطاطس عندنا. والخضرة والطماطم ب6 جنيه. السفندي كيلو ونص ب10. وربطة البصل المحترمة. وهنا جايبة بقى شنطتين يا ولاد كده حلوين. الشنطتين ب15 جنيه. حلوين، بروح فيهم السوق كده، حلوين في ايديا وجامدين بصراحة. وساعة ما بيدوبوا من جوه من الكرتون بتاعهم، بس بعد فترة يعني. ب15 جنيه مش حاجة يعني. تبقى شنطة للعيش وشنطة أجيب فيها حاجتي وكده. ايه رأيكم بقى في التسويقة السريعة دي النهاردة؟ والفول اهو كنت مولعة عليه وسايباه على النار، ما شاء الله بقى كريمة كريمة. لا إله إلا الله. وحشتوني 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 وحشتوا عيوني. انتوا عاملين ايه يا أمارات يا أغلى أخوات؟ يا رب ديمكم نعمة في حياتي. شجعوني بقى كده تشجيعة حلوة منكم. دخلنا على الجامد بقى. هو مش جامد أو رضا، بس رضا ربنا يديمه علينا نعم. فين ايدي يا ولاد؟ رجل جمل. شايفين خف الجمل؟ شايفين يا ولاد؟ ده من مزرعة العاشر زي ما انتوا عارفين. ده عندنا في المزرعة. أنا جبت المنبر ده جاي بالليل ونضفته، بس سبت واحد أنضفه معاكم عشان انتوا عارفين ده بياخد وقت، وأنا بصراحة ما بقدرش أطول وأعمل كله في وقت واحد كده، لأن الحاجات دي بتحتاج نظافة. ماشي يا أمارات؟ حبايبي يا غاليين. ده أنا طبعا منضفاه وقلباه وحاطة عليه دقيق وليمون وخل، وكان بايت في التلاجة كده ايه بالتتبيلة ده على بعضها كده. كنت حاطة عليه ليمون وخل. هنا بقول لكم اهو قبل ما اقلبه. الممبار لسه اقلبه معاكم اهو وانضفه. ده اللي كنت سايباه في كيسه عشان اعمله معاكم، عشان الفيديو يا حبايبي ما يطولش عليكم يا حبايبي. اهو. والله يا حبايبي دي المزرعة اللي في العاشر دي ما شاء الله عليها. شايفين بقلبه معاكم اهو. دخلت طرف من الخارجي بالمعلقة لجوه، وزي ما انتوا شايفين كده، وبالسكينة زي ما انتوا شايفين كده بنضف معاكم. شايفين اللي بيطلع منه؟ شايفين يا أمارات؟ فطبعا ما كانش ايه اقدر اعمله كله ايه، لانه كان كيلو وربع، فانا مش قادرة بصراحة، بحب اعمل حاجتي براحتي. ايه رأيكم يا أمارات؟ شايفين كل ده الفضلات اللي بتنزل منه؟ هنلمها في الكيس ونرميها وانضف معاكم كده الباقي. الكوارعية هنا بقى غسلتها وخليتها فلة كده شمع ابيض زي ما انتوا شايفين. الرجل دي رجل جمل صغير، ففرحت قوي لما لقيتها رجل جمل صغير، فقلت يا ابو احمد بعد كده نجيب بقى مادام في لحم جمل صغير هناك، ونجيب للكفته وللمفروم من الجمل. حاجه روعه يا حبايبي. والله ربنا يديمها نعمه علينا المزرعه دي. هنا لما بتروح عند الجزار يقول لك لا حشي ايدك، شيلي ايدك، ما تحطيش حته الممبار مش عارف ايه. هنا حطينا على الكوارع عشان ما نطلعش بس من الفيديو. الطماطم والبصل على الكوارع، ورق لورا. هنا الصلصه اتسبكت بتاعت ايه الممبار. طبعا احنا ما كناش عاوزين نطول عليكم الفيديو ونجيب التسبيكه من اولها. مش عاوزه الفيديو يطول عليكم يا حبايبي يا حبايبي وتزهقوا. هنا اتسبكت بقى وبقت فله كده فله. مش واخدين بالكم من حاجه كده؟ انا نقلت البوتاجاز يا حبايبي في ظهر سلم المطبخ. واخدين بالكم معايا؟ نقلته. اللي متابع طبعا عارف كان البوتاجاز فين وبقى فين دلوقتي. هنا الكوارع شايفين مانجا، بقت لوز العنب. ما شاء الله عليه. احلى حاجه فرحتني في الاكل ده كله يا ولاد ان ما خدش سوا. الله اكبر عليك. الكوارع دي قولي خدت ساعه على النار، وعلى نار هاديه والله، وبقت مانجا. والممبار خد له بتاع ساعه او ساعه الا ربع. حاجه لوز العنب.
ربنا يديمها نعمة علينا يا حبايبي. هنا الخضرة، هنا الرز تشوح، وهنا بقى خالتكم أم أحمد قعدت مكان البوتاجاز. بقول لكم شوفوا شوفوا شوف، هحشي بقى معاكم الممبار. أنا كده فين؟ مكان البوتاجاز. حاسة كده إن أنا بقيت مرتاحة وحاسة بوسع في المطبخ يا ولاد، وراحة نفسية. إيه رأيكم بقى؟ إيه رأيكم؟ مش كده أحسن؟ وقولوا لي إيه رأيكم برضو في التعليقات. أنا حاسة إن أنا كده براحة نفسية، وحاسة إن أنا حاسة أقعد كده وآخد راحتي في المطبخ. وبعدين إيديا دي ما كانتش بتبطل لسوعة من الفرن، لأن بين المطبخ والبوتاجاز كان ضيق جدا، فبصراحة ما كنتش مرتاحة. فأنا دورت مكان في ظهر السلم بتاع المطبخ اللي بينزل على الفرن اللي ورا، عشان انتوا عارفين الفرن اللي بكبس فيه ورا. كده بحشي معاكم اهو، ما شاء الله عليكم، حاجة فل. وقولوا لي ايه رأيكم بقى، ما تحرمش منكم يا أمارات. ويا رب دمكم نعمة في حياتي، وبشكركم جميعا، والقناة بتكبر بيكم، تشجيع حلوة منكم بالله عليكم، لايكاتكم الحلوة. يعني شجعوا اختكم، بالله عليكم شجعوا اختكم عشان استمر معاكم. لو ام احمد لها معزة عندكم كده فشجعوها بالله عليكم. البوتاجاز كان مكاني كده يا حبايبي، بقى الناحية دي كده في ظهر باب المطبخ. اه، عشان ما اطولش عليكم بقى، هفصل الفيديو انا بقى كده عشان ما فيش حد معايا. ما شاء الله حاجة كده، الله اكبر. حشيته اهو. اه، هنا واخدين بالكم البوتاجاز فين؟ في ظهر باب المطبخ. هنا بصل وحبهان وطماطم برضو للشوربة بتاعة الممبار، نفس اللي حطيناه لشوربة الكوارع. ركزوا معايا كده في الفيديو هيعجبكم، ويا رب ينور رضاكم ويكون عند حسن ظنكم. ايه رأيكم بقى في شغل ام احمد؟ استاهل لايك ولا ما استاهلش لايك؟ هنا يا حبايب بسقط معاكم يا حبايب اهوت زي ما انتم شايفين. هنا اعمل برضو معاكم ايه، رغيف عيش كده على الطاسه، لزوم التسقيه، نسقي رغيف ولا حاجه، ولا اللي ياكل لقمه طريه. ماشي يا حبايبي، بتاع كوبايتين دقيق. وهنا كان عندي كيس خميره مفتوح، ومعلقتين سكر، شويه ميه دافيه. هعمل معاكم كده رغيفين عيش على الطاسه، تبقى حاجه طريه وسخنه كده، وتبقى الاكل كله حلو وسخن. وكملوا معايا الفيديو يا امارات. واخدين بالكم البوتاجاز فين؟ ايه رأيكم بقى في الدهب ده؟ الماظ يا ناس. شايفين شوربة الممبار؟ حاجة دهب. شايفين؟ ما شاء الله ما شاء الله عليه، صوابع موز يا ناس، صوابع الست. شايفين الجمال؟ الشوربة عاملة زي الإزاز، زي الدهب. هنا معايا بقى الكوبايتين الدقيق اللي أنا عجنتهم يا حبايبي بالخميرة. أنا ما بخلوش طبعا يخمر، هو مجرد إن هو ارتاح في كده في التقطيعة بتاعته في ثواني كده وأنا واقفة على طول. عجنتهم وقطعتهم على طول وانا واقفه بعمل في الاكل زي ما انتوا شايفين. فبتبقى حاجه جميله ما شاء الله يعني، وحاجه زي الفل ولقمه سخنه يعني. انا بعمل معاكم بقى يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده، قلنا لقمه سخنه كده معانا جنب الاكل. عجنت كده كوبايتين دقيق، وقلت اعملهم رغيفين عيش، عيش من عطاسه يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله يعني. اهو.
بيرفع وبيبقى زي بتاع الفرن وجميل ما شاء الله عليه يعني. اهو، شايفين ارتفاعه يا حبايبي؟ ما شاء الله عليه. ايه رأيكم بقى في الجمال؟ اتفضلوا يا حبايبي، صحة وهنا على قلبكم يا رب. حاجة سخنة كده وبيتي وجميلة كده. معايا حتة نضيفة قطن بقى كده، بنضف الطاسة أول بأول كده وأعمل غيره على طول. بيكون جاهز طبعا على الرخامة على طول. بفرد واحد واحد على طول كده، وطبعا الطاسة شغالة وبقلب على طول رغيف وأحط غيره. هنا طلعت الممبار بحمرهم معاكم. طبعا البوتاجاز متعفر كده دقيق من الطاسة، فكل ده هينضف ان شاء الله كده معاكم. عشان ما تقولوش ايه بس اللي على البوتاجاز ده يا حبايبي الدقيق اللي كان بيتحرق في الطاسة يعني مكان العيش. شايفين الممبار؟ ما شاء الله والله حاجة زي الدهب. المزرعة دي ربنا يبارك لصاحبها يا رب. الحاجات دي من مزرعة العاشر يا حبايبي جنبنا هنا. كل حاجة فيها الله أكبر طازة. شايفين العيش؟ بقول لكم طري كده ما شاء الله عليه. حاجة في منتهى الجمال. شايفين بيتفتح ازاي؟ شايفين السخونية اللي فيه والطراوة اللي فيه؟ ما شاء الله عليه. المزرعة دي يا حبايبي من ساعة ما جبنا منها الحاجة وهي عجبانة أوي. هنا بعمل لقمة فت بقى جميلة كده من شوربة الكوارع. حاجة في منتهى الجمال والله. كانت لقمة زي الفطير. ده ما كانش عيش ولا رقاق، ده فطير كده من الشوربة السمينة. والعيش طري زي ما انتوا شايفين والله، كأنها كانت لقمة فينو. الشوربة بتاعته كده كأنه فينو. حاجة هشة كده وحاجة جميلة. قولي لي ايه رأيكم بقى في الجمال. طبعا انا طلعت الكوارع حطيتها في الطاجن في الفرن بالفلفل الحامي كده والبصل والطماطم مع الشوربة اهي زي الدهب الله اكبر. الرز المفلفل والسجق. ويا رب نور رضاكم كده وكون عند حسن ظنكم. شجعوا ام احمد، ام احمد تستاهل والله. عشان نكمل مع بعض كده. وسامحوني لو بتأخر عليكم والله، وبتوحشوني وما تحرمش منكم يا رب. بقول لكم شايفين الطراوة اللي في العيش. نتقابل في فيديو جديد يا حبايب قلبي.